كان شاب جعان وهو ماشي لقى مزرعة تفاح، فاخد تفاحة وأكلها، لكنه بعد ما رجع البيت ضميره أنبه. قرر يرجع لصاحب المزرعة وقال: أنا أكلت تفاحة من مزرعتك من غير إذنك، سامحني. الراجل رد عليه: والله ما مسامحك. اتحايل عليه لكنه رفض تماما، فقال: طيب أعمل إيه عشان تسامحني؟ الراجل قال: عندي بنت عمياء خرساء مشلولة، لو اتجوزتها سامحتك. الشاب تردد، لكن خوفه من عذاب ربنا خلاه يوافق. قبل أن نبدأ، إذا كنت تحب الله اضغط لايك واشترك في القناة لنعرف عدد محبي الله. يوم الفرح اتصدم، البنت كانت زي القمر، بتمشي وبتتكلم وبتشوف. سألها: أبوك قال لي إنك عمياء وخرساء ومشلولة. ردت عليه وقالت: ما كذبش، أنا عمياء لا أنظر للحرام، وخرساء لا أتكلم بالحرام، ومشلولة لا أسعى للحرام. الشاب راح لأبوها وسأله: بنتك زي القمر، ليه اخترتني أنا؟ قال: شاب خاف ربنا في تفاحة، عمره ما هيضيع بنتي.